النهارده بقى معانا ضيف صغنن كده جاي يعمل معايا ريفيو، صح؟ لا، بطاطس حلوه هيبوظ لنا الفيديو. حاج سامي قول لنا الكبده البلدي اعرفها ازاي؟ الكبده البلدي تتعرف بالحلويه ديت. الكبده المستورده مش بيبقى فيها الحلويه دي، والقلوب البلدي بدكتور كشف عليها كشف سلخانه. البلد هو بيتعمل فيه كده. ده كده كشف ايه؟ دكتور كشف سلخانه. انا بقالي بتاع 35 سنه في الشغله دي، الحمد لله والشكر لله، عمري ما غشيت. وعشان يبقى سامي تعبت في حياتي عشان نوفر للزبون حته كبده كويسه. الفاهم بيريح وبيروح المكان اللي بيستطعم بيه في الاكل. احنا بنطلب شغلنا، تيجي على سوا ما شاء الله عليك شغل يا حاج اهو سامي. ماشي. الله ينور. يا احنا ولا بنزود ولا بننقص، شغل على الطبيعه اهوت. وانا من الامازون بشتغل شارع الزبون واقف والحاجه بتاعته قدام كفايه ان منه. انت بتشتغل بايدك يا حاج سامي، بس الله ينور عليك. احنا بنشتغل بيه يرضي الله. يا مساء الفل عليكم، وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى جبت لكم كبده سامي لحد عندكم زي ما طلبتوا مني. كبده سامي علامه من علامات اسكندريه من زمان قوي، واحنا كلنا بناكل عنده. جايين بقى النهارده ندوقها بنفسنا قدامكم عشان ناس كتير قوي طلبتها مننا في الكومنتس. يلا بينا. مشكل عباره عن كبده وقلوب وصدق. طبعا نحط الليمون. جامد جامد قوي. ندوق بقى الكبده كده لوحدها. بصوا اصلا التقطيعه بتاعت الكبده كبيره ورفيعه. التتبيله رهيبه. القلوب جامد خطير. الصدق بقى من تتبيله الحاج سامي بنفسه، بيعمله عنده. طبعا زي ما قلنا في اول الفيديو ان كل حاجه عند الحاج سامي بلدي. طحينه بقى فظيع. ندخل على اللي بعده نشوف فيه ايه. يلا بينا ندخل على تاني حاجه معانا، المخ الزبده. وهو فعلا زبده، شكله بينطق. التحميصه جباره، تحفه. التحميصه بتاعت العيش رهيبه. المخ بالزبده بقى عليه كده عطشاله تيست عالي قوي بجد، طعمه مختلف جدا، فظيع بجد، تحفه. ندخل على اللي بعده. يلا بينا ندخل على طبق المشاوي على الجريل من كبده سامي. نبتدي بقى باول حاجه الكفته الشامي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ شايفين شكل الساندوتش اصلا؟ الكفته التتبيله بتاعتها حلوه قوي، وطبعا الحاج سامي برده هو اللي عامل التتبيله بتاعتها، تحفه بصراحه، تسلم ايده. ندخل على الطرب مشوي على الجريل. جامد قوي وخفيف جدا كده، ما تحسش ان فيه دهون فيقفلك، لا، فظيع. ندخل بقى على الصدوق، بجد لا يعلى عليه، فظيع. ندخل بقى على الكبده المشويه. التتبيله بتاعتها مختلفه تماما، واضحه فيها جدا، فظيعه. ندوقها بالطحينه. ايه الحلاوه دي بجد، تحفه. ندخل على اللحمه الانتركوت مشويه على الجريل برضه. الحشو بتاعه كتير جدا، تقطيعه اللحمه رفيعه فالشوي باين فيها قوي، فظيعه. ندخل بقى على الضره. طبعا انا مش من محبين اكل الضره الا لما تستاهل يشدني. دي بقى فظيعه، مفيش اي زفاره، التست بتاعها التوابل بتاعتها رهيبه، لا، حلوه قوي قوي قوي. الناس اللي مش بتاكل الضره والانواع دي من الاكل هتيجي هنا هتطلبها مخصوص، كل مره لازم تيجي هتطلبها، تحفه. نشوف اللي بعده. يلا بينا. والاول مره هجرب المخاصي والحلالي، وطبعا كبده اسكندراني. التتبيله بتاعتها حلوه قوي. ندوق الحلالي. التتبيله بتاعته حلوه قوي، التست بتاعه جامد بصراحه. ندخل بقى على الكبده. طبعا دي كبده اسكندراني شمبري، التقطيع بتاعها حلو قوي، رفعها حلو، فالتتبيله باينه فيه قوي، فظيعه. واحلى حاجه ان ما فيهاش زفاره، التتبيله بتاعتها واصله لجوه بجد، شابوه. بقول لك ايه، اطلع بقى بالعشق، يعني ممبار. دوق بقى ممبار كبده سامي. التتبيله شكلها وهميه. ايه الحلاوه دي. الرز مفلفل جدا، الرزايه بحالها، التتبيله ما فيهاش صلصه كتير فالتست واضح اكتر بجد. التست بتاع الممبار عند الحاج سامي ما شفتش زيه. في نهايه تجربتي عند كبده سامي اتبسطت جدا جدا، واكيد اي حد هيجي المكان ده هينبسط قوي من الاكل ومن حلاوته ومن الكواليتي العاليه قوي في اداء الاكل عندهم بجد. في حاجات اول مره النهارده كنت اكلها طلعت حلوه جدا، التتبيله بتاعتها خطيره، هتتكرر تاني اكيد ان انا هاجي عنده اكلها. اكتر حاجه فعليا شدتني النهارده هو الممبار. اكيد انا اكلته قبل كده عند الحاج سامي فانا عارفه انا طالبه ايه بجد. وهم كل الاكل عند الحاج سامي معمول بطريقته هو الخاصه بتتبيلته الخاصه، فمطلع فيه بصراحه حب كده في الاكل رهيب. المخ الزبده فظيع، فبجد في النهايه
انا انبسطت جدا جدا جدا، وهستنى رايكم في الكومنتس. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.